السلام عليكم، معكم فيصل العنزي. اليوم نجيكم حل إضافة البطاقة الراجحي في أبل باي. بعض الأشخاص يجيهم مشكلة إنه ما يقدر يضيف البطاقة في أبل باي. في حل جدا سهل ومرة بسيط وما راح ياخذ معك وقت. بس قبل أبدأ بالحل، في احتمال إنه إذا ما ضبط معك الحل ذا، بس غير لغة الجهاز من عربي لإنجليزي وبإذن الله راح يضبط معك. زي ما تشوفون، الحل بكل بساطة انك تضيف البطاقة مباشرة من تطبيق الراجحي. طريقة جدا سهلة ومرة بسيطة وما راح تاخذ معك وقت. زي ما تشوفون، تتوجه لتطبيق الراجحي وتسجل الدخول في حسابك، ثم تختار الحساب الذي تبي تضيف ابل باي له واللي فيه مشكلة، او حتى بدون مشكلة يمديك تضيفه بالطريقة ذي عادي حتى بدون مشاكل. تضغط على الحساب، ثم تروح عند اعدادات الحساب، ثم تضغط اضافة الى محفظة ابل، تضغط عليها اللي محددها لكم. ثم زي ما تشوفون راح تطلع لك بطاقة ابل ويطلع لك اضافة الى المحفظة. اوكي، بطاقة الراجحي عفوا، ويقول لك إضافة للمحفظة. تضغط عليها زي ما تشوفون، بعدها راح يجيك إضافة البطاقة إلى أبل باي. تضغط على التالي فوق، هو راح يكتب لك الاسم والرقم، بس أنا مخفية عندي الآن، عندكم ما تطلع عندكم في الصورة. تضغط على التالي، ثم هنا يقول لك لازم توافق على الشروط. تضغط موافق. زي ما تشوفون راح يطلع لك تم إضافة البطاقة، ثم راح يطلب منك انك توافق تمكين المواصلات السريعه اللي هو القطار وزي كذا، انك توافق عليها. تضغط تم او ايقاف المواصلات السريعه بكيفك، هذا الخيار اختياري. راح نفرض انك تضغط تم، ما في مشكله من الخيار. ثم هنا راح يقول لك راح يجيك رساله نصيه، بس قبل تجيك رساله نصيه راح يدق عليك بنك الراجحي رد آلي، ويقول لك مثلا اضغط على رقم 3 رقم 7 عشان انك توافق انه يرسل لك رساله نصيه عشان تفعل بطاقه ابل باي. اوكي، تضغط على التالي، ثم هنا راح تجيك رسالة نصية بعد ما تضغط على الرقم، راح تضيف الرسالة النصية ثم راح تضغط على التالي. ثم زي ما تشوفون بعد ما تضغط وخلاص يعني تنتظر ثواني، ثم راح تطلع لك خيار تم تنشيط البطاقة زي اللي طالع لكم الآن بالضبط. بعد تروح عند تعيين البطاقة افتراضية في المحفظة، تضغط استخدام بطاقة افتراضية تكون هي البطاقة الرئيسية، أو تضغط ليس الآن. أوكي، ثم هنا راح يطلع لك في النهاية لقد نجحت في إضافة البطاقة إلى محفظة أبل. كذا بكل بساطة أضفت البطاقة، يعني خلاص كذا هذه من تطبيق الراجحي، راح أرجع لك التطبيق آخر شيء. وبس بكذا بكل بساطة أضفنا البطاقة وحلينا المشكلة. أي إذا ما ضبطت معكم زي ما ذكرت في بداية المقطع، حول لغة الجهاز إلى إنجليزي واضف البطاقة ثم رجع عربي، ما في مشكلة. وبس نهاية المقطع، تمام، تنسون اللايك واشتراك بالقناة، ويلا مع السلامة.